أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المذيع. النهاردة حلقة جديدة ومتميزة من أسوان ومع شعب أسوان. احنا بنرحب بكم يا جماعة. مرحب. ومن فندق أوبال غرب سهيل، ومعانا الفنان جابر المبلي والفنان جابر العسكري وشعب أسوان الجميل. فنان جابر، ايه سر اختيارك لأسوان تصور الفيديو كليب؟ أسوان بلدي وأسوان جميلة جدا جدا، يعني العالم كله بيشهد لأسوان والأقصر طبعا. أنا بما إني من الأقصر أنا بعتبر إن أنا نفسي من أسوان، يعني أنا أهلي هنا في أسوان وكده، وحبايبي وأصحابي وإخواني وكلنا واحد يعني. بس أسوان بلد جميلة وكل الناس بتحبها أكيد. فإحنا طبعا جينا النهاردة نصور فيديو كليب، ولما بنزل هنا باجي فندق أوبال طبعا حاجة حلوة، والناس اللي فيه ناس محترمة خالص، وبعدين كلهم أهلنا وحبايبنا من أسوان ومن إسنا ومن قنا، كلهم يعني من بلدياتنا. يا مرحب بكم كلكم جميعا. رسالتنا دايما بنقول الفن مرآة المجتمع، واحنا يا عم جابر في الحاجات اللي بنحضروها والمسلسل اللي بنحضروه ان شاء الله، بنقول دايما ان احنا من خلال اعمالنا ليها هدف ومضمون ورسالة. بالنسبة لرسالة الفن اللي احنا بنوصلوها، بما انك مطرب وكأننا احنا بنقدم حاجات تمثيلية، فهتسمعنا ايه النهارده بقى؟ والله احنا عادي نقول أي حاجة أنتوا عاوزينها، معاكم في أي حاجة. احنا فننا ارتجال طبعا، احلى نسمع حاجة بأي حاجة على احلى حاجة، مزاجنا. احلى حاجة ارتجالي. أسوان وناس أسوان وكرم أسوان. أكيد طبعا. نوبة. يلي ما تعرفش أسوان تعال شوف الكرم تعال، تلاقي الرجولة وهنا العم وهنا الخال، ومعانا إخوتنا النوبين، ومعانا إخوتنا النوبين واقفين معانا في كل مجال. واحنا النهارده هنا نازلين في فندق وبال. انا فايق انا رايق انا مبسوط مش متضايق، انا فايق انا رايق انا مبسوط مش متضايق. ده العمر عشته في همك حيطول وحيحرق دمك، ده العمر عشته في همك حيطول وحيحرق دمك، وإن عشته بخفة دمك حيعدي لطيف في دقايق. أنا فايق قولوا أنا رايق أنا مبسوط مش متضايق، أنا فايق أنا رايق أنا مبسوط مش متضايق. العمر عشته في همك حيطول وحيحرق دمك، ده العمر عشته في همك حيطول وحيحرق دمك، وإن عشته بخفة دمك حيعدي لطيف في دقايق. يا عينا ليلة ليل. أنا أرمي سلام يا عم جابر
أنا أرمي سلامي يا عم جابر لكل راجل مأنسنا، أنا أرمي سلامي يا عم جابر لكل راجل مأنسنا. ولسه الموضوع طويل والرحلة طويلة، يعني لسه يا ناس ما خلصنا. لما جينا أسوان كذاب اللي يقول الهوى خدنا ونعسنا، لا صحصحنا. كذاب اللي يقول الهوى خدنا في أسوان، صحصحنا والله ولا انعسنا. تحيتي لقنا تحيتي لقنا، وأسوان وسوهاج والأقصر وإسنا. أنا فايق أنا رايق أنا مبسوط مش متضايق، أنا فايق أنا رايق أنا مبسوط مش متضايق. ده العمر عشته فمك حيطول وحيحرق دمك، وإن عشته بخفة دمك حيعدي لطيف في دقايق. تمام؟ ما شاء الله عليك. بنقول دايما من خلال برنامجنا اللي بيلف جميع المحافظات ان احنا بنقدم فن له هدف وله مضمون وله رسالة. طبعا يا عم جابر معانا ان اللي احنا بنقدمه فن له هدف ومضمون ورسالة. كتير ناس بتقدم محتويات على السوشيال ميديا، واحنا بنركز قوي الفترة اللي جاية. طبعا هنقدم حاجات لها مضمون، وفي نفس الوقت ان الجديد معانا ان احنا هنقدم الحلول. يعني الجديد ان احنا المؤلف في اعمالنا اللي احنا هنقدم الحلول فيها، يعني زي مواضيع اجتماعية نطرح الموضوع ونقدم الحلول، زي موضوع الذهب وغيره الحاجات اللي انتشرت. فاحنا من خلال فننا اللي احنا بنقدمه دايما بنقول الفن مرآة المجتمع يا فنان جابر. طبعا احنا بنقول ودايما بنركز المضمون اللي احنا بنقدمه للناس، لان اللي بيحضرنا اخويا واختي وابويا. فاحنا لازم، واهم حاجه الفن اللي احنا بنقدمه بيحكمنا فيه العادات والتقاليد اللي احنا تربينا عليها. فاحنا بتاعت كبارنا. ايوه طبعا. ايوه بتاعت اصولنا يعني، اللي جينا قبلينا كبارنا يعني وطلعنا زيهم يعني. عاداتنا ما نقدرش احنا نخالفها خالص. يعني خلال التجهيزات انا وعم جابر والفترات اللي فاتت اللي احنا بنجهز، واحنا طبعا اتواصلنا مع ناس بقى ليهم خبرة يا عم جابر في المجال، برضو بنستشيرهم عشان احنا نطلع العمل ده بصورة ناجحة في الاخر. الصورة كل العمل لما يكون متكامل يا فنان طبعا بيظهر للناس. هو القضية كلها عامة. في ناس بتظهرها بمسلسل، في ناس بتظهرها مثلا بمسرحية، في ناس بتظهرها بغنى، في ناس بتظهرها بشعر. كل واحد بيظهرها بطريقته، بس القضية مهدفة. يعني مثلا هنقول حاجة، هنقول موال كده يا أستاذ أحمد. يا عينا يا ليل، يا عينا يا ليل. البت قالت لابوها يابا انا عايزة عريس. البنت قالت لابوها يابا انا عايزة عريس، مش مهم يكون غني ومعبي هدايا في كيس. اهم حاجة يطاوعني، اهم حاجة يطاوعني، ما يبقاش معايا عكيس. وفعلا بالفعل يا جماعة جلها العريس. قال لها الأول وشرط آخره نور يا عسل. قال لها اللي أول وشرط آخره نور يا عسل.
يا أنا يا الفيس أظن كلامي وصل. ده هو بيقول لها بقى العريس قال لها اللي أوله شرط آخره نور يا عسل. يا أنا يا الفيس أظن كلامي وصل. بصت له من فوق لتحت، بصت له من فوق لتحت، وشوفوا يا ناس اللي حصل. قالت له لا 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 لا, لا يا حبيبي الفيس. اختارت الفيس. هذه القضايا مثلا قضايا، هي اختارت الفيس، قالت يابا انا عايزه عريس. فهو العريس جاها قال لها يا انا يا الفيس. طبعا هي اختارت الفيس وسابت العريس، فهي اللي كانت طالبه عريس. هذه القضايا بقى.